أكتوبر سنة 1832 كان في رسام أمريكي من ضمن ركاب سفينة متجهة من فرنسا لأمريكا. الراجل ده كان اسمه صامويل موريس. موريس اتولد 1791 في مكان صغير كده اسمه تشارلستون في ولاية، مش مهم اسم الولاية. وسنة 1791 دي، لو قعدنا ندور في التاريخ مش هنلاقي حاجة مهمة غير إن موريس اتولد. موريس أصله راجل فنان بيحب الرسم زي يعني، وكان بيشتغل في المهنة دي عشان لقمة العيش، عشان الفلوس يعني. فعم موريس أبوه كان راجل واعظ ديني، بس هو ما كانش له في الكلام ده. هو كان بيحب الرسم وكان بيتجه للفن دائما. درس في أكاديمية فيليبس، وبعد كده دخل كلية ييل، الأسماء الغريبة اللي احنا بنسمعها دي. وهناك درس شوية فلسفة ورياضيات، ولكن هو ما يهتمش بالحاجات دي. هو كان قلبه وروحه وعينه في الرسم، فاتجه للرسم. اشتغل فترة كرسام بورتريهات، وسافر انجلترا عشان يتعلم الفن هناك.